وبالفقرة الأخيرة ومثل ما بنحاول دائما سلمى يكون في ثقافة قانونية عند الجميع ولو ببعض المصطلحات اللي يمكن تفيدنا ويكون عندنا أسئلة واستفسارات حولها. اليوم رح نتعرف سوا على ماذا تعني الوكالات العامة والخاصة وعقود البيع أيضا. كل الأسئلة رح جاوبنا عليها الأستاذ المحامي مصطفى مليحان. يسعد لي صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأرجو كافة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش، ما هي الوكالة وأنواعها؟ هلا الوكالة هي تفويض من شخص يسمى الموكل إلى شخص آخر يسمى الوكيل للقيام بعمل قانوني معين، وقد يكون هذا العمل مأجور أو قد يكون غير مأجور. أما أنواع الوكالات اليوم عندنا نحن إما وكالة عامة أو وكالة خاصة ومقيدة. فالوكالة العامة اليوم نحن اللي بنستعملها ممكن نستعملها للقيام تفويض الشخص للقيام بكافة الأعمال القانونية من بيع وشراء واستئجار وغيرها. وممكن نحن نستعمل وكالة خاصة تكون بموضوع معين، يعني ممكن تكون هي الوكالة هي خاصة مثلا لبيع عقار معين أو شراء عقار أو استئجار عقار أو إيجار عقار، أو قد تكون مقيدة كمان بموضوع معين، الزواج أو الطلاق أو القيام بأعمال شرعية. فهدول الوكالات هن بتكون إما عامة أو خاصة. نعم. هل يمكن أن تكون الوكالة غير قابلة للعزل أو لا؟ تمام. هلا الوكالة الغير قابلة للعزل بتكون خاصة، لا يمكن أن تكون عامة. يعني حتى لو نذكر بالوكالة العامة إنه هي غير قابلة للعزل، هذا من باب التزايد مو أكثر، فهي لا يعتد بها، يعتبر هذا الشرط غير صحيح. وهي بتكون الوكالة دائما غير قابلة للعزل هي فقط بالوكالات الخاصة اللي بتتعلق بالبيع، يعني بده يكون محطوط رقم العقار ورقم مساحته واسم المنطقة، فهي بتعتبر وكالة بيع منجز، بعكس مثلا العامة لا يجوز أن تكون غير قابلة للعزل. طيب خلينا نحكي اليوم عن العلاقة بين الموكل والوكيل. شو ممكن يكون مسؤول الموكل عن أضرار ممكن تصيب الوكيل أو لا؟ خلينا نحكي هي التفاصيل العلاقة بيناتهم. هلا دائما الوكيل هو بيلتزم بحدود وكالته ولازم ما يطلع منها ابدا، ما يطلع من حدود هي الوكاله ولا يتجاوزها. فهو اذا موكل مثلا بموضوع فراغ مثلا بيع، او مثلا محامي موكل بموضوع مثلا يفرغ العقار لشخص معين، فهو ملزم انه يفرغه لهذا الشخص وما يفرغه لشخص اخر، فهو ملزم بهي الوكاله. وممكن احيانا واحد يتساوى له وكاله عامه، فهذا الشخص اللي مثلا الوكيل اللي بيكون معه وكاله عامه فهو طبعا مقيد بتوجيهات الموكل، فبيجوز مثلا يفرغ عقار لشخص ما يكون مثلا الموكل قايل له عليه، لانه هون يعتبر هون تجاوز حدود الوكاله، وهون بده يلجا انه يرفع دعوه تنصل ويثبتها وتبلش اجراءات محاكمه حتى يلغي هذا الإجراء اللي قام فيه الوكيل. نعم. كيف تنتهي الوكالة أستاذ؟ خبرنا اليوم كيف تنتهي الوكالة. مثل ما حكينا ممكن يكون الشخص ببعض الأحيان يمكن أساء التعامل بهي الوكالة أو قام بعمليات حتى نصب أو احتيال على الشخص اللي آمن أو أمن على مصاريه أو على أملاكه، فهون كيف بيقدر الشخص إنه يسترجع هي الأملاك أو لا هي قانونيا صحيحة؟ هلا ممكن شخص يساوي لشخص وكالة بأمر معين مثلا لبيع عقار معين، فيجي مثلا اليوم سواها الوكالة، ثاني يوم يقوم هذا الموكل بعزله، فيجي مثلا ثالث يوم هذا الوكيل بإقرار البيع لشخص ثالث أو شخص مثلا الشاري، فبيجي مثلا الموكل بيقول له أنا بس عزلتك ثاني يوم. تمام. فهون العلاقة هون بيت إنه قائمة، يعني المبيع يعتبر صحيح لأنه هو ما بلغ الموكل أنه تم عزله، فلازم يوصل لعلم الموكل يثبت بكافة الطرق أنه تم تبليغ الوكيل أنه تم عزله بالوكالة، ولا لا يعتبر البيع نافذ. وممكن هون ساعتها أنه إذا بده يلغي الوكالة بتنتهي، لأنه هي الوكالة إما بتكون لأجل معين، مثلا هي
عمل له اياها لغرض معين، فهو اذا ادى هذا الغرض انتهت الوكاله. وممكن الشخص يساوي وكاله لشخص ثالث مدتها 3 اشهر، وبعد 3 اشهر بتنتهي. وممكن تكون بالعزل، انه مثلا اول وكيل او الموكل يعتزلها، او بوفاه الوكيل او الموكل. ولكن في حاله استثنائيه اللي هي ممكن الشخص الوكيل يقوم بتوكيل شخص ثاني بموجب الوكاله اللي معه ليقوم بنفس العمل اللي هو موكل فيه. فهذا الشخص يلي ساوى الوكاله لشخص ثاني فممكن يتوفى، فهون بتعتبر الوكاله ما زالت ساريه بحق الوكيل الثاني والموكل الاولاني اللي هو ساوى له الوكاله. طيب في حالة هي الحالات يمكن اغلبها على الوكالات الخاصة عم نحكي. طيب الوكالات العامة اللي هي بيقول لك انا عامل توكيل عام مثلا لشخص من عندي هو معني انه يدير كل شيء بخصني، هي شو الاحكام تبعيتها الوكالة العامة؟ امتى بتصير باطلة؟ تمام. هلا الوكاله العامه هي تفويض من شخص، تفويض عام ليقوم بكافه الاعمال القانونيه اللي يقوم بها الوكيل. فهون ما بيحسن يعني انه شخص يتنصل منا الا اذا بده يثبت انه انا ما قمت بتوكيل هذا الشخص، او ما طلبت من هذا الشخص انه يقوم بهذا العمل. فهو مثلا مثل ما حكينا قد يكون واحد معه وكاله عامه، فيكون يقوم بفراغ مثلا عقار او الاقرار لشخص امام المحكمه بهذا العقار. فهو اذا قرر بهذا العقار وبدون ما يكون قايل له الموكل، فبيقدر الموكل هون يرفع دعوى تنصل ويلغي هذا الاجراء. فبده يثبت هذا الشيء يعني بالمحكمه انه هو ما طلب منه هذا الموضوع. نعم. طيب استاذ مصطفى، اليوم نصائح اخيره بتحب توجهها لكل شخص ممكن عنده مشكله معينه او عمل ما او غير قادر حتى على اداره املاكه او بيعه بتوكيل محامي، شو النصائح اللي بتحب توجهها له حتى يمكن يحمي حاله من اي عمليات احتيال ممكن يتعرض لها؟ تمام. هلا نحن دائما لما بنساوي وكاله يعني عامه بدنا نساويها لشخص بنعرفه، من شخص نثق فيه. يعني اكيد ما راح نساوي وكاله عامه نرهن كل حياتنا وكل املاكنا وكل شيء بنملكه بايد شخص يعني نحن ما لنا ثقه فيه. لانه الوكاله العامه ممكن هذا الشخص يبيع لك كل املاكك، وممكن هذا الشخص يشتري عقار يكون عليه مشاكل او عليه مثلا جرم معين ويورطه للموكل فيه. فدائما النصيحه دائما الاساسيه انك انت ما تساوي لشخص وكاله تكون تثق بهذا الشخص بتعرفه، او انت اذا ما بتعرفه فدائما الوكاله الخاصه هي الافضل. بتوكله انت بموضوع معين بيقوم بهذا الموضوع وبتنتهي الوكاله. فالوكاله العامه كثير هي خطيره وكثير يعني يجب الحد منها من الاشخاص يعني اللي ما بتعرفوها. نعم اكيد. طيب قبل ما نختم كمان استاذ خلينا هيك سريعا، اليوم في كثير اشخاص بيلجأوا للوكاله بيكون شخص برات البلد وشخص داخل البلد، وصارت هاي القصه خلال الحرب، شو الشروط اللي لازم تتوافر؟ تمام. هلا ممكن الشخص يكون برات البلد بده يشتري عقار او بده يبيع عقار، فهو اول شيء بيلجأ السفارة الموجودة برا، فبيقوم بتنظيم الوكالة بالسفارة السورية، بيحط رقم العقار والتفويضات يعني محددة انه هي بالبيع والفراغ والاقرار والاسقاط، بحطهم كلياتهم وبيبعتها من السفارة السورية لهون لعند شخص بالنهاية حكيناها انه بده يكون بيثق فيه. او ممكن انه هو حتى اذا مثلا شخص بايع هذا العقار فهو مثلا بده يفرغ له اياه، فهو مثلا ما عنده ثقة بالشخص اللي بده يوكله، ممكن انه هو يذكر بالوكالة نفسها اسم الشخص، انه مثلا تفرغ العقار لاسم فلان فلان، فهون تقيدت الوكالة وصارت مقيدة بالفراغ حصرا لهذا الشخص. يعني فما عاد يحسن يعني يتنصل منه او يتجاوز الوكيل هي الوكالة. وخاصة يعني ممكن هلا يعني احيانا هلا هدول بالبيع، بس ممكن احيانا بالدعاوى الشرعية، فممكن احيانا واحد يكون غائب وممكن يتساوى له كمان وكالة عن غائب، ومثلا يكون ابوه او اخوه او كذا، ويرفعوا دعوى تثبيت الزواج بموجب وكالة غائب. يعني ما يكون حدا مثلا يبعث وكالة برا، يمكن شخص يقيم معاملة يقوم فيها ان وكالة عن غائب ويقروا بالزواج. نعم. فاذا كان مثلا واحد برا مثلا اذا ما بده يلجأ يساوي وكالة.
اكيد نتشكرك استاذ مصطفى على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، شكرا كثير لك، ولاتمنى لك بقيه النهار. شكرا لكم كافه المشاهدين، شكرا لكم كافه.